السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا أول حاجة من خبيز العيد اهو، كل سنة وانتم طيبين. عملنا لكم الكوكيز ده جميل، جربوه على الطريقة دي، سهل وبسيط جدا وشكله شيك. تقدميه من كل صنف، لو عملت نص مقدار أو مقدار هتتملي معاك الخبيز وتبقى عندك الخير كله إن شاء الله يا رب. لو من حاجات بسيطة، كوباية ونص، نص كوباية سمن، نص كوباية سكر، معلقة نشا، معلقة مش مليانة صغيرة بيكنج باودر، بيضة واحدة، فانيليا. ادي المقادير بتاعتنا النهاردة: نص كوباية سمن، نص كوباية سكر، كوباية ونص دقيق، معلقة نشا صغيرة، معلقة بيكنج باودر صغيرة مش مليانة، بيضة وفانيليا. اهو حطيت السكر وحطيت السمن، هضربه بالمضرب اليدوي عادي خالص لغاية بس السكر ما يدوب. طريقته سهلة خالص خالص، حاجة جديدة للأولاد اهو، مش مكلف، طلبات كلها في البيت طبعا. اهو بالطريقة دي تقلبيه كده اهو لغاية ما السكر بس يدوب معاكي في السمن. معلش اذا كان صوتي كده بس عشان واخدة الدور. اهو حطيت البيضة برضو والفانيليا وهدوبهم برضو مع بعض. الكوكيز ده جميل، جربوه على الطريقة دي هتعجبكم. انا ما بنزل لكمش حاجة لما يكون انا مجرباها اهو بالطريقة دي، سهل جدا. والكمية اللي انا وريتها لكم لا كانت في شوية تاني لسه اهو. يمكن عايزة تزودي تخليها كوباية سمن وكوباية سكر وبيضتين و3 كوبايات دقيق. النشا زي ما هي برضو، النشا دي بس بتخليه مجرمش من بره ومن جوه طري. هتقولي ازاي؟ بس انا جربتها بصراحة جميلة جدا اهي. نقلبهم كده الاول وبعد كده هعجن طبعا بايدي لازم عشان تحسي بقوام العجينة مظبوطة أو بالشكل ده. لازم ايدك هي اللي تعجن العجينة عشان تحسي بالقوام بتاعة العجينة. بس ايه نظامها؟ بس انا هخليها طرية شوية، هقسمها، احط معلقة دقيق تاني في الابيض ومعلقة كاكاو في اللي هي قسمته على 2 اهي. شوف الطريقة ازاي لسه اهو، قسمتهم كده اهو. هحط معلقة كاكاو في دول ومعلقة دقيق في دول عشان تظبط معاك العجينة. بس اهي طريقة سهلة خالص، اي واحدة هتعرف تعملها وناجحة. النار تخليها متوسطة كده، الفرن ما تخليهاش عالية قوي، لو خليتيها عالية مش هيستوي معاك من جوه. لا خليها على 150 او 200. لو ما حمرش ولعيله الشواية من فوق، اول حاجة ولعيله من تحت، لو حمرش معاكي من فوق ولعيله الشواية. هيعجب الاولاد، بتلقوه في المخابز بره كده اهو. الاولاد اول ما شافوا ايه ده يا ماما، ده اللي احنا كنا بنشوفه في المخبز، وجميل طعمه حلو. جربوها بصراحة، جربوها على الطريقة دي سهلة وبسيطة. وكل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير يا رب. ادي العجينة اهي بوريها لكم.
بالشكل ده تقوريها عادي خالص. الشوكولاتة عايزة تزوديها اكتر من كده ماشي، بس هي مش اكتر من كده، كده حلو خالص. عايزة تقللي اكتر من كده برضو براحتك، تدوسي عليها دوسة بسيطة كده بايدك، بحيث ان هي تمسك نفسها. بس الشوكولاتة الشوكليت ده اهي بعملها بصباعي ازاي عشان يمسك معاها الشوكولاتة ما توقعش منها. وادي الصينية اهي هحطهم في الفرن يستووا. ادي شكل الشوكليت الكوكيز جميل. جربوا على الطريقة دي هتعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم الأيام بخير يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله.